السلام ومرحبا بكم. جينا في فيديو جديد باش نحكيو على اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي. تقريبا عنا برشا ما حكيناش على المنتخب الوطني. قبل ما نبداو الفيديو نحب نشكركم من الاول على التفاعل الكبير اللي صار على الفيديو الفارط اللي عملناه على اخر اخبار الترجي الرياضي التونسي. اليوم جينا في فيديو جديد باش نحكيو على الاطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي، باش نحكيو على ترتيب المنتخب الوطني التونسي الاخير اللي صدر من الفيفا، باش نحكيو شوي على اخر اخبار محترفين في الخارج. عموما نبداو بتركيبه جديده للمنتخب الوطني التونسي. على راس المنتخب فوزي البنزرتي كمدرب ثاني، مهدي النفطي، وكمدرب ثالث عثمان النجار. نبداو بفوزي البنزرتي، 75 سنه، مدرب خبرة، عميد المدربين في المنتخب الوطني التونسي. هذه التجربة الرابعة مع المنتخب التونسي، درب الأربع فرق الكبرى. آخر تجربة فوزي البنزرتي كانت مع النادي الأفريقي اللي فشل فيها نوعا ما، كان خسر في الديربي ضد الترجي الرياضي التونسي، كيف زاد كان خرج من دور نصف النهائي ضد النادي البنزرتي. نجيو للمدرب المساعد مهدي النفطي. مهدي النفطي 45 سنة، مدرب شاب، مدرب عنده تجارب كبيرة في دوري الدرجة الثانية الإسباني. كان درب فريق ليفانتي، درب فريق ليغانيس ونجح مع الزوز فرق هذوما. كيف زاد كان درب فريق الوداد المغربي اللي ما نجحش معاهم نوعا ما. مدرب هذا يتميز بصلابة دفاعية كبيرة، وهذا محبذ يعني بحكم انه المنتخب الوطني التونسي الاساس بتاعه يعتمد على الطريقة الدفاعية. ومعاهم عثمان النجار اللي كان اشتغل قبل مع الترجي الرياضي التونسي. عموما في اخر ساعات خرجت اخبار انه فوزي البنزرتي ما حبش مهدي النفطي يخدم معاه كمساعد مدرب، بحكم انه مهدي النفطي خمم انه يجيب معاه المدرب الاسباني اللي كان يدرب معاه في فريق ليفانتي وفريق ليغانيس. لكن هذا الشيء اللي رفضه فوزي البنزرتي، يعتبر انه مهدي النفطي تجاوز الحدود بتاعه. لكن فما اخبار اخرى زاد كيف تقول انه فوزي البنزرتي بنفسه اختار مهدي النفطي باش يكون يخدم معاه في المنتخب الوطني التونسي. عموما تبقى هذه كل اشاعات، تبقى هذا الكل اخبار. عموما من المنتظر انه مهدي النفطي في قادم المستحقات بعد استقالة فوزي البنزرتي باش يشد هو المنتخب الوطني التونسي، خاطر كما نعرفوا فوزي البنزرتي تقريبا هذه باش تكون اخر تجربه ليه في مسيرته التدريبيه. دونك الجامعه نتصور انها تخطط انه مهدي النفطي باش يشد المنتخب الوطني التونسي في المستقبل القريب. عموما حسب رايي انا مهدي النفطي هو المدرب المناسب في المنتخب الوطني التونسي في الوقت الحالي، وكان ينجم يكون حتى المدرب الاول، وما كان ما ثماش علاش انه فوزي البنزرتي يجي يدرب المنتخب الوطني التونسي. مهدي النفطي اللي الجماهير طالبت به تقريبا منذ سنوات انه يشد المنتخب الوطني التونسي. عموما بالتوفيق للاطار الفني هذا، ان شاء الله نشوف المنتخب الوطني التونسي بحله جديده. عموما نجيو تو الاخبار محترفين في الخارج. نبداو بعيسى العيدوني. عيسى العيدوني اللي في تجربة صادمة انتقل لنادي الوكرة القطري في صفقة تاريخية، تقريبا أكثر من 4 مليون دولار مشيت لفريق يونيون برلين، وتقريبا أكثر من 3 مليون دولار باش تكون راتب سنوي لعيسى العيدوني، أي أكثر من 13 مليار توانسة. للأسف يعني مرة أخرى خيبة أمل كبيرة تجينا من اللاعبين المحترفين في الخارج. عيسى العيدوني لاعب مازال شاب، 27 سنة، كان ينجم يزيد يتطور في أوروبا. صراحة لاعب ذو إمكانيات كبيرة، استبشرنا معاه. يعني صراحة مرة أخرى اللاعبين التوانسة يأكدوا أنهم ما عندهمش يعني مسيرة كبيرة في الدوريات الأوروبية. تمنينا صراحة أنه عيسى العيدوني يكمل في الدوريات الأوروبية، ويعني في المجمل الجماهير التونسية تمنينا أن يكون عندنا لاعبين أمثال رياض محرز، محمد صلاح في الدوريات الأوروبية. لكن للأسف الحلم هذا ديما نتمنوه مع لاعب في الآخر صراحة جينا خيبة أمل. نعاود نقول تجربة صادمة لعيسى العيدوني. من الواضح أنه لاعب خير الأموال على الاحتراف، أقل قليل كي نجم يمشي للدوري السعودي. الدوري السعودي اللي حاليا ولا الدوري من الدوريات الكبار. نفس الشيء زاد كان ينجم يجي الدوريات الأفريقية يلعب مع فرق كبرى كما الأهلي المصري، الوداد، الرجاء، على الأقل يعني في الأندية هذه ثم تنافس وفما ريتم عالي. للأسف اللاعب هذا تقريبا أنهى مسيرته الكروية في سن 27 سنة. مرة أخرى اللاعبين التوانسة
يخيروا الأموال على الاحتراف وتبقى تتواصل العقلية التونسية. عموما ربي يوفقه ويسعدوني في التجربة هذه. في النهاية يعني لاعب اختار مستقبله المادي وهذا من حقه بالطبيعة. نجيو للاعب الثاني اللي زاد تمنيناه يكون لاعب كبير في الملاعب الأوروبية، واللي هو حنبال المجبري، الموهبة الكبيرة بتاع المنتخب الوطني التونسي. حنبال المجبري بعد تجربة فاشلة من إشبيليا الإسباني يرجع التدريبات مانشستر يونايتد. يلعب كأساسي في أول مباراة تحضيرية اللي خسر فيها فريقه 1-0. عموما حنبال المجري من المتوقع انه يخرج في تجربة اخرى كاعارة الموسم القادم، خاطر صراحة بنسبة كبيرة ما عندوش بلاصة في مانشستر يونايتد حاليا. لاعب يعني في بدايته في عمره 18 سنة، كان افضل لاعب في الفئات السنية الكل مانشستر يونايتد. لاعب حلمنا معاه انه يكون عنده مسيرة كبيرة. للاسف يعني صراحة اللاعب مشي من اعارة لاعارة، خرج في البداية الاعارة البرنغهام سيتي في دوري تشامبيونشيب الانجليزي، بعدها رجع مانشستر يونايتد خذي مباريات كاساسي وصل سجل هدف، لكن في المباريات اللي بعدهم لعب قدم مباريات سيئة. الشيء اللي ما اقنعش المدرب مانشستر يونايتد تنهاك، اش خلى حنبال المجبري ينتقل في اعاره في الميركاتو الشتوي الفارط لنادي اشبيليه. كان زاد عنده عرض من فريق ايفرتون الانجليزي. عموما في 6 شهور مع فريق اشبيليه الاسباني شارك تقريبا كان في 30 دقيقه في المباريات الاولى، من بعد شد البنك المده طويله. عن عموما رجع في الصيف هذا مانشستر يونايتد كما قلنا لعب مباراة تحضيرية بنسبة كبيرة باش يمشي إعارة زاد الفريق آخر، خاطر صعيب برشا يلقى فرصته الموسم هذا مع وسط مانشستر يونايتد. عموما حنبال المجري لاعب آخر حلمنا معاه، يعني صراحة كنا نتصوروا إنه باش يجينا لاعب كيما محمد صلاح كيما رياض محرز، لكن حنبال المجري لازم يعاود يبني مسيرته من الصفر كيما حمزة إرفيعي، يبدا في فريق صغير يطور من روحه وينجم يبني مسيرة بتاع لاعب كبير. عموما توا باش نحكيو شوية على المدافع علي غرام، مدافع شختار دونيسك الاوكراني. حاليا علي غرام لعب 2 مباريات تحضيريه. المباراة الاولى لعب كاساسي وانتصر هدف لصفر. المباراة الثانية دخل في الشوط الثاني وانهزم هدف لصفر. التذكير انه علي غرام انتقل للنادي الاوكراني بصفقة كبيرة قيمتها 2 مليون يورو من نادي الصفاقسي. بالتوفيق علي غرام في التجربة الجديدة هذه، نتمنى نشوفوا لاعبين متألقين في الدوريات الأوروبية بنسبة كبيرة. علي غرام باش يكون أساسي مع الفريق هذا الموسم المقبل. الفريق هذا اللي يلعب في الشامبيونز ليج تقريبا هو أفضل الفرق في أوكرانيا. بالتوفيق علي غرام إن شاء الله نشوفوه أساسي في أقرب وقت مع المنتخب الوطني التونسي. في نهاية الفيديو باش نحكيو شوية على ترتيب المنتخب الوطني التونسي، الترتيب اللي أصدرته الفيفا. المنتخب الوطني التونسي جاي في ترتيب 41 عالميا، السادس افريقيا والرابع عربيا. صراحة منذ فترة مش بعيدة المنتخب الوطني التونسي كان الأول عربيا، كان في المرتبة 30 عالميا، لكن للأسف نعرفوا الكاس افريقيا الفارق المنتخب الوطني التونسي خرج من دور المجموعات، الشيء اللي خلى الترتيب بتاع المنتخب الوطني التونسي ينحدر ونلقاوه في المرتبة 41 عالميا. عموما هذا هو الفيديو بتاع اليوم، حكينا فيه شوية على أخبار المنتخب الوطني التونسي، حكينا فيه على محترفينا بالخارج. تنسيوش تدعمونا بلايك باش نواصلوا في الفيديوهات هذه، تنسيش تحط اشتراك ونتقابلوا في الفيديوهات الجاية.